بشار يقتلون اسد. بالليل، تسنى شويه، يقتلون. تسنى داكشي اللي كان في سوريا مع بشار اسد اللي كان تيقتل فيهم. عرفتي شكون عباهم؟ حنا الاسرائيلي عبيناهم ودرت لهم الدواء. الشبيطار ديالنا صحيح ونبراوهم. برافو. هذا الشيء لا يستطيع ان انا يكون خدامه في داك السبيطار، انا اللي دابا خدامه في السبيطار اللي كانوا تيجيو برافو عندنا. عليك مريم. صحيح. هذا شيء لا ينكره احد. الشيء الثاني، انا كليبي اليهود عاشوا بيناتنا، عاشوا داخل ليبيا بكل محبه ورقي وتسامح، الى ان دخل المقبور جمال عبد الناصر، هذا اللي دمر الملكيات. ليبيا كان مملكه ليبيه. صحيح. المقبور جمال عبد الناصر هو اللي بث السم بين الدول العربيه والقوميات والكلام المقرف. هذا الشيء اللي دمرنا نحن كلنا. اليهود كانوا يعيشوا بكل امن وسلام داخل ليبيا، الى ان جاء المقبور جمال عبد الناصر والقوميات الاشتراكيه المقرفه التي نعاني منها إلى اليوم. بشار الأسد يذبح السوريين بالكيماوي. إسرائيل لم تفعل هذا في فلسطين، إسرائيل لم تفعل هذا في إسرائيل أبدا. لكن نقول الحق، أيام شارون ربما كانت دقيقة تكلمت كثير خليني ندافع. أنا لا أنا اللي كنقرر شكون اللي عنده الكلمة يا مومو، لست أنت. هما مرة أخرى كل شيء ساكت. هو من يا مومو سؤال واحد بس. يا عبدو نكمل يا عبدو. نمشي لساسي سكيت وهي جزائرية كذلك محترمة، كنختلفوا معها في الرأي ولكن الناس محترمين بما فيه عبدو. راه الناس اخرين كيطلعوا كيسبونا، راه اللي طلع كيسبنا هو يهبط. كلام خبيث. خذ عبدو. كلام نحن 2023 عصر العالم يكون يد واحدة كلنا. حتى يكون عندك عدو، احترم عدوك الآن يختلف عن العدو السابق. تمام، عدوك الآن الموجود الآن يختلف عن العدو السابق. نكونوا يد واحدة مهما كان الاختلاف. اوكي تمام، لكن انت يا جزائري ومع بعض محبة الجزائريين الحرر، انتم الجزائر تدعمون كل انقلابي. دعمتم القذافي، المقبور القذافي الذي أبادنا وذبحنا وقتلنا وشردنا. دعمتم المقبور صدام حسين، صدام هذا المقبور الذي يرفع الشعارات القومية والعروبة وأباد الأكراد. هل تعلم يا جزائري أن صدام خلال 3 ساعات قتل 3500 إنسان، 3500 إنسان من أربيل وحلبجة والأنفال؟ لماذا تقدس الجنرالات المتخلفين هذه؟ يعني شيء مؤسف، شيء مخزي. وكل ما نقول نحن الإسلام، نحن المسلمين. أنا عبدو نرجع عندك. نمشيو للكينغ. الله شرفتينا عبدو، والله إلا شرفتينا. وشوف أنا دائما أقول هنا في اللايف ديالي أن معمر القذافي، وشوف معمر القذافي رغم اختلافنا معه الله يرحمه إنه ميت، كاع من اللي مات نرحمهم واخا أعداء لنا الله يرحمهم، ولكن ما خلقش يعني ما رباش الليبي على عداوة المغربي كما فعلوا حكام الجزائر. حكام الجزائر رباو الجزائريين على حقد جوج الناس، المغاربه واليهود، اليهود اليهود. عندي حق الرد ولا ما عنديش حق الرد؟ نعطيك. اما قذافي رغم ما فعل، اول حاجه اول جريمه هو ما خلاش المملكه في ليبيا، وثاني جريمة أنه قام ضد المغرب بأشياء كثيرة، ومع ذلك هذا الرجل ما خلق الشعب يكره المغاربة. لم يقل لهم يوما أنكم أيها الليبيين أعداء للمغاربة كما فعلوا الحكام الجزائر. عبدو شكرا. ابقى معنا عبدو. مومو خذ كلمة بس نمشي الفوق ونمشي لمريم تمشي نسات. نوجه كلمة للأخي الليبي. رشيد اسمحوا لي نسمع في الكلمة ما عطيتهاليش. بارك الله فيك. خلي سيدي يهضر. خلي سيدي. كينغ خذ كلمة كينغ. راه ما خذش كلمة ولا كينغ. بارك الله فيك الأخ رشيد. السلام عليكم الإخوة الأخوات. الأخت مريم باحترام. أنا جزائري. نشكر الأخ عبدو على المداخلة تاعو الطيبة والشيقة. نشكر الأخت اللي كانت قبل وتكلمت على مومو أكبر إيبوكريت معكم في هذا اللايف. مومو يخدم غير لي لايف، ما يدخل اسمع مومو غير ما تهدرش، باسكو انا الاجابه تاعي بقناعه وبلي بروف. ما تقدرش تحكي على النيفو، ما تقدرش تحكي على لو نيفو تاع المغرب باسكو النيفو عالي عليك بزاف. ما تقدرش تطعن في السيدات المغربيات اللي هما لالاك بنت سيادك.
باسكو الحكم اللي رانا عايشين فيه في الجزائر انت تعرفه وحنا نعرفوه، حكم قتال قتال. كون نتايا تهدر نص كلمه من في المانيا كلب ما كانش كيف تهضر على الجزائر يا سعاد يا سعاد شد الميكرو يا ماشي سعاد خلي الميكرو شد يا سعاد واحترمي نفسك. انا غنهبطك مره اخرى يا سعاد، الا هذا جزائري ومن حقه ما يقول تهب- الراي ديالو. ما يا الاخ رشيد مع كل احتراماتي ليك تبارك الله يا فيك، ماما ما سدو تهبطنيش سعاد، ما وشوف كاين تهبطنيش سعاد مغاربه يعني نزيد ما نواجهها. نهبطهاش ولكن تحترم راسها، تحترم راسها كي مريم اليهوديه المغربيه في اسرائيل واليهودي المغربي. شوف سد الميكرو وعبدو الليبي وزهره المغربيه. يا رشيد العزيز، احترموا راسكم احترموا يا راسكم. رشيد العزيز، يا يلا رشيد العزيز، كيك. شوف المداخله تاع عبدو واش قال لك؟ قال لك الجزائري غير تقيسوا في حاجه يبدا يسب. هاي طلعت تسبت، هاو المثال الحي، هاو مثال حي، هاو عبدو ما كذبش على الجزائريين. حق الرد اخي المول لايف، حق الرد. بعقلك بعقلك يا مو متعلم، تربى علاه عند ميهوب ما ديرش هك، علاه عند ميهوب يهبطك، علاه اليوم ما حبش يطلعك. لا انا ما نهبطوش. ما زلت ما كملتش، ما زلت ما كملتش، خلينا انا وزع انا مول لايف. زلت ما كملتش. خذ كلمه كينغ، خذ كلمه وخذ وقتك، خذ وقتك واهلا وسهلا بك. بارك الله فيك الاخ رشيد، باسكو اللايف تاعك بزاف 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 شيق، بزاف بزاف، والمداخلات تاع الناس اللي محترمين بزاف واللي نحترموهم بزاف. وانا نقول لك الله الملك الوطن، انا جزائري، انا جزائري وجزائري حر، فهمني؟ ونتحدى اي انسان يدخل معايا ولا يتناقش معايا في اي حاجه ونعطي له لادريس تاعي في الجزائر، فاهم؟ وخلاص المداخله تاعي تسمى شغل يعني نبقى معك في اللايف كيف ما كاين سؤال هنا. بقى معايا مريم خذ كلمه. مريم خذ كلمه. مريم خذ كلمه. كل اللي مربيه مع عند ربيه. اها. وهذا الناس اللي تيحب راسو يحب كلهم، اللي ما تيحبش راسو ما تحمل حتى واحد. ماما هاد الكلمات المغرب هاد الثقافه عشانك باش تخمم شوينه. كوكي ما نسلم على كيبال تا واحد ما عملكم والو. وداكشي اللي مكتوب في القران، لو كان كنتي تقرا القران وتعمل داكشي اللي مكتوب ما كانش القتيل، ما كانش تعدى، ما كانش حتى حاجه. الله يحفظك يا مريم، الله يحفظك. فهمتي؟ المعقول. شكرا. مريم ما عندكم وعبدو لا يعطيك الصحه عبدو. الله يسكن الكلام الطيب. الله يعطيك الصحه. مريم ما عندكمش شي يهودي مغربي في اسرائيل يجي يدير لهم امام في الجامع يقريهم الاخلاق والتربيه وشنو قال القران. والله الا كتعرفي القران احسن من بعض الجزائريين. شوف تعرفي القران احنا عندنا لا احنا عندنا في التراث ديالنا ما عندناش القتل وداك الشيء. حرام. منين جابوا 72 د البنات في الفوق؟ منين جابوهم؟ صحيح. مع الاسف مع الاسف بعض السنكريحيون انا ما كنبغيش نسميهم. ولهذا تتهضروا علينا احنا الا عندنا شي حاجه مع غجه ومع داك الشيء ما تنقتلوش الاولاد في حال اللي تيقوموا علينا ويقتلوا على الاولاد ديالنا. صحيح. لا لي روبلان ديالنا تيمشيو قبل ما يعملوا شي حاجه تعرفوا بيدو كاش تعملوا، تيمشيو على دوك الناس اللي حاجتهم بهم. لا والله انا لو كنت عندي شي سلطه غنجيب شي يهودي مغربي ما نجيبوش ديال روسيا ولا لا نجيبو مغربي. وشوف ونوريه يقري لهم القران في الجزائر في الجامع. فيديو ايوا يعلمهم، خصهم باش يعلموهم. شوف انا خلعت في المغرب وطلعت بنت 10 شهور. المحبه ديالي للمغرب من المعاودات دي والديه. كلشي اللي كلشي. انا مريم جا صاحبي، راه واحد صاحبي كيسكن في جنوب اسرائيل،
وهاجر حتى هو عنده 15 سنه. منين جا المغرب عاد تعرفت عليه، وكيعاود ليا مول الطاكسي نهار دخل جابو من الدار البيضاء ودخل، ومنين دخل هبط من الطياره وبدا يبوس الارض وكيبكي كنعرف فيه وكيبكي. ومول الطاكسي بقى صاحبه خلينا حق الرد بقى صاحبه هو كان سير اللايف بغى يسيرو هو، يعني هكا كاينين بزاف د اليهود اللي تيمشيو للمغرب. وكيبقى مريم وكيبوس الارض وقال له الكلام سي رشيد، انا نجي عندك نكمل. سي رشيد لا لا كاينه واحد الحاجه واحد دقيقه. هبط هاد سعاد، هبط هاد المسخه، هبطها الله يخليك السي رشيد. كتكتب وكتسب الملك في التعاليق. سير الله ينعلمتها المسخه الاخرى كلبه. احنا سبينا الرئيس ديالهم لا احنا ما سبينا ما والو، انا باين نقول تعقيبين بنعاقب على الليبي وبنعاقب على الجزائري. واش انت سعاد؟ احنا كنهضروا على سعاد يا مومو، انت مومو، احنا ما قلنا سعاد هبطوها بين ايوا كتسب راني رايح. السلام عليكم. بسلامه خلونا نهضروا بنعاقب لا مومو بنعاقب على ولد بلادي، بنقريه اللغه العربيه. مومو فحشي دري مومو، انت فحشي دري. ماشي سعاد، حنا كنهضروا على سعاد كتبات وسبات الملك، حنا ما كنسبوش الرئيس تبون ولا الشنقريحه، ما نسبوهمش. واللي سب الرئيس تيبون ولا الشنقريحه انا عندي غنهبطو حتى هو وقا يكون مغربي. اللي سب التربيه هكا، التربيه من الصغر كيف قالت مريم، من الصغر ممنوع السبان، ممنوع. غنصيفطوكم اليهودي مغربي يقريكم في الجامع يقريكم القران. رشيد قال ما تقدرش مغربي تمشي تقريهم شويه القران في الجزائر. انا جبت غير نعطيهم واحد الايه: انما اكرمكم عند الله اتقاكم. أنا الله ما قال لك لا يهودي لا مسيحي لا والو. اكرمكم سافا دير بحال اللي قالت الاخت مريم، حنا في اسرائيل كتشوف الناس كيتعاملوا معاهم في tous les demain هما samedi ils ont tué 2 personnes. يقول لك فوالا كومون سي با نورمال مسيو رشيد. لا سي با نورمال. اون بليس قلتي اكرمكم عند الله اتقاكم، وكاينه واحد الكلمه ربما انا ما كنعرفهاش مزيان، اللي كتقول ومن قتل نفس بغير حق كمن قتل الناس جميعا ومن قارا هذه آية ما تخلطهاش. ما انا قلت لك ما عارفش يا ماما يا قلت لك ما عارف. ما تغلطش في الآية، آية قرآنية. ومن أحيا كما أحيا الناس جميعا. خلي دابا السيد كيهضر واش تنقز، علاش تنقز؟ اخلاق الاسلام هادو ما اخلاق الاسلام ديالو هو. هذا مش غوينا اخلاق الاسلام، او بعد صح ليا ونقبلها. انا ماشي قوه ضاربه، انا مغربي. كمل اليهودي ديالنا، كمل الصوره الله يحفظك. كمل أحياها كما أحيا الناس جميعا. الله يحفظك. علاش ما ديرش فقيه صاحبي عندهم في الجامع في الجزائر؟ الله يحفظك يا مغربي. الله أعلم لهم القرآن والمعنى ذو القرآن. سا سو ديسكوت. خذ كلمة. أنا نتكلم الآن؟ خذ كلمة ماما. كنت بغيت نعطي الجزائرية ديالك. بارك الله فيك. اعطيني دقيقة و40 ثانية هكا. بنعاقب على أخي الليبي، بنعاقب على أخي الليبي. يا أخي الليبي، أولا وقبل كل شيء، لو كان القذافي الآن حي أنت ما تتكلم هذا الكلام. أولا هذه. ثانيا ما كاش اللي قال لك باللي يا ماما راه داكشي اللي قال لك يا ماما، داكشي اللي قال لك انت كتاكد له انه لو كان حيا ما يقدرش يقول راه كان قال لك قتال. راه كي كان القذافي حي ما يتكلمش هذا. كان قتال ولكن معيش، كان معيش الشعب ديالو. كان عيش وكيعيش معاه، معيش الشعب ديالو عايش. هذه حقيقة. ما كاش اللي يتكلم، هذا الكلام. شريف سي بو بلي. نعم. ثانيا خلوني نهضر اخوتي، خلوني نهضر. راه كيقول شي حاجة. راني غير مع الليبي. ثانيا شريف يدوموند الكاست. شريف واخ. ثانيا يا اخي الليبي، انت ما عندكش الحق تتكلم بافكار خاطئه. ما كاش جزائري، ما كاش هنا في اللايف اللي يسب النساء المغربيات. اولا ما كاش هنا في اللايف اللي يسب الملك.
ثانيا لا كاينه راه بطنها حبيبي لا ما تكذبش عليه ما تكذبش عليه. وانت ليبي ما دخلك في المغرب ما دخلك في الجزائر. لا عنده الحق عنده الحق عنده الحق. هذا المغرب ما دخلوا فيها والجزائر ما دخلوا فيها. لا هو الليبي يتكفل بالشؤون الليبيه. سيكملت مع الليبي. ثانيا نروح للجزائري. هذا الجزائري خليني اتكلم حبيبي خليني اتكلم. نروح للجزائري. هذا جزائري طلع وقال لك تحيه الملك وتحيه. اولا انت خرجت على المله البشريه. اولا المله البشريه اولا لانك انت جزائري حر عندك ديمقراطيه وبغيت تتلصق في الملكيه وهذه ما تخرجش عليك. قال لك من ابتغى العزه اسمع قال لك من ابتغى العزه من غير الله اذله الله. اذا هذا الصوره اللي قلتي كتنطبق عليكم اللي من نهار لا ما تنطبقش عليه تنطبق على الجزائري هذا. لا هذا راجل 1962 وانتم كيحكم فيكم العسكر بدرجه في العشريه السوداء قتل فيكم 250,000 ولا رجل فيكم يقول اللهم هذا عسكر جزائري. عسكر جزائري قتل فيكم معليش مومو شكرا قابلين يقتل فيهم العسكر هما العدو ديالهم. هي اللي راك تتكلم وراك تشبهها بال انا عندي احترام كبير للملكه ما تشوفونيش. لا عندي احترام شخصي. راك متناقض في عقلك. عرفتي كتدخل وكتخرج في الهضره. مومو الله يرضي عليك. انتم تبغوا اللي يسبكم لا غير سب الا كنتي بحالك. سب وسير ديال المغرب اليوم. الدكتور ديال الحسن الثاني. نعم يهودي قول كلمه. دي سون معطي بلاصتي لهذاك شريف عنده لا فوتو ديال حسن الدود الله يرحمه. ما كنشوفوش الشريف ما كنشوفوش انا. سي دوبي طالور كيكتب لك. Non, il y en a pas, je le vois pas. Quelle demande le guest? Il demande le guest. Il n'a qu'à chauffer un affaire في الجيست. نعطيه انا بلاصتي الا بغا يطلع. ما كنشوفوش انا. كتب يا خاوتي غادي يخليكم. الشريفه خادم الاعتاب الشريفه. ديسومو ربي يهدينا ويهديكم ان شاء الله. وراه ان شاء الله ان شاء الله. وراه قتلتوا فينا 40,000. شكرا لكم. الجزائري يقعد جزائري والمغربي يقعد مغربي. 38,000 السي رشيد. شحال لا قتلوا 38,000. 38,000. هبط منافق. احنا ما كنفرقوش يا مومو يا درتينا فوضى صاحبي في الجيش. يا مومو احنا ما كنفرقوش بين الجزائري والمغربي. ديالك قلتينا احنا مسلمين دابا صافي الجزائري ولا جزائري ومغربي ما بقيناش مسلمين. ما كاين منين اللي نتبعوك انت كاع غير التناقض. لا الجزائري والمغربي بحال هما مسلمين. ils sont des maghrébins ils sont des maghrébins. ومريم خوتنا كاينه في اسرائيل وكنحبوها ونستمروا نحبوها. ما كنكرهوا حد حنا كاع كنحبوا حد. ممكن نرد عليه لو سمحت. ياسر عبدو رد. تمام. بالنسبه لمومو اخويا الجزائري اللي قال مالكش علاقه بالمغرب. المغرب دوله في دول المغرب الكبير. نحن نفتخر بأننا أبناء المغرب الكبير. عرب أمازيغ تبو توارق مسلمين يهود أو يهود كلنا أبناء المغرب الكبير. لازم نفتخر ونضع يدنا بيد بعضنا لكن للأسف أنتم يا أخوتنا في الجزائر ديما تحبوا تعملوا المشاكل وتعملوا الفتنة. دخلتوا في تونس تدخلوا في الإعلام في تونس وتسبوا وتطعنوا في أعراض بنات تونس في تونس. دخلوا في الإعلام في تونس وتسبوا يا ريت تعمل ميوت اخ خادم العتاب لو سمحت. يا ريت ميوت لو سمحت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنتم الجزائر دعمتم القذافي في 2011 لذبحنا. أنتم الدولة العربية الوحيدة دعمتم القذافي لذبحنا. كل الدول الثانية كانت محايدة. تمام. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نحن ندعو إلى رأب الصدع بين الجزائر والمغرب أخوة واحدة. لكن للأسف الكبرنات الجزائر هذه الدولة الغنية بالنفط والغاز كل الأموال تصرف على مجموعة من العسكر فقط. عندك استمارات توقيع على أن الجزائريين ذبحوا؟ عندك استمارات توقيع؟
انا ليبي، ونقول لك يا راجل الجزائر تدخلت وسلمتوا 12 ضابط ليبي هربوا عن طريق الى الجنوب، من جنوب ليبيا الى الجزائر، ضباط ليبيين في سنه 2011. راجع موجود كله في قناه اليوتيوب. قام شو اسمه هذا اللي كان مقعد على الكروسه، ابو تفليقه، سلمهم للقذافي والقذافي اعدمهم. هل انت تفتخر انك تكون مسلم؟ هل هذه اخلاق المسلمين؟ تعلم الاخلاق من اليهود اذا كنت تفتخر. برافو عليك، تعلم الاخلاق من اليهود، وخاصه هذا موقف يدرس. عبدو سلام. اليهود المغاربه انا نعطيك شوف عبدو ديال السيد الرئيس عبد المجيد تبون قال له الصحفي الجزائري ان حفتر يهددك، وقال له هو كان الجواب ديالو باستهزاء تيك. اذا ما تقولناش عبدو ما كاينش خلاف، وكان هناك خلاف، وخلاف كبير لدرجه ان حفتر هددكم. اذا ما كتبعش هددكم. إذا ما تجيش تقول لنا ما كاين والو. واش الرئيس تبون يكذب؟ انا الرئيس تبون تقتو في هذه القضيه، قال له يهددو، قال له تيك. قلت له عبدو السلام عليكم. وعليكم السلام. لحظه يا ريت نكمل يا اختي، بس الشيء الثاني هدايا. لكن لو سمحت الأخ ليبي، أنت تحدثت بما فيه الكفاية. أنا نظن بعد إذن صاحب اللايف نقول كلمة ولو بسيطة ونخليكم شنو صاحب اللايف؟ نعطيها كلمة ولا نستمر؟ كمل بيا مو عبدو باش نعطي ليها الكلمة وتقول لي بغات حتى هي وبحرية، راه امرأة محترمة، كنختلفوا في الرأي ولكن محترمة. عبدو يا الله يا الله على هذا الاسلوب الراقي، والله العظيم احييك يا اخي قسما بالله. يا ريت كل الصفحات الجزائريه التي تبث في الكلب هاوس والتيك توك يتعلموا هذا الحوار الراقي، بدل السب والقذف والشتم في اعراض بنات تونس واعراض بنات المغرب. احييك اخي، وحنقعد معاك. انا مازال عندي مداخله ثانيه بالنسبه لليهود، يهود اليمن. عندي موضوع على يهود اليمن ويهود ليبيا، يا ريت يعني، ويهود المغرب. فالشيء هذا شيء ايجابي جدا ويا ريت نتكلموا فيه. نعطيك الكلمه ان شاء الله. شكرا. تحيات سي رشيد. تحيه صافي. يا مومو سياسه الاقتصاد كلمه واحده والله ما انا رايح. سد المايك اصاحبي، سد المايك، الكلمه ماشي ديالك. يلا السلام عليكم، تحياتي لكم الزول في اللون. شالوم. Ça se discute. Shalom Shabbat. Ça se discute. السلام عليكم. افتح القوس فقط للليبي. حبذا لو تتعلم من صاحب اللايف وتكون مؤدب أنت كذلك، لأنك منذ طلعت اللايف وأنت تسب في الجزائريين. أذكر الليبي أن التعميم لغة الجهلة، مع الأسف أنت واحد منهم. لا، أنك عممت وقلت أن تعميم صحيح ولكن لم يسب. لا يا أخي سب. لا يا أخي سب. ربما ما سمعتش. قول لنا شنو قال في السب. سب الجزائريين ووصفهم بكل قول لنا مثلا. شوف يا أخي، أنا راني مسجلة اللايف من بعد نبعثولك. يلا ما تبعثوا لياش ماشي مشكل. يلا تفضل. أنا نقول فقط الجزائريين علاش تقولش الجزائري ولا صاحب الأمر ولا يعني لو فينان تاعك اللي راك ترمي فيه مع الأسف كتير عليك، قلبك راح يطرطق لك عرق يا أخي بشوية عليك. ثم أقول للأخ الجزائري، وأنا أخص بالذكر مومو وليس الآخر هذاك لا دخل لي فيه. شكون هذا؟ إذا أخ الليبي، أخ الجزائري مومو، شوف يا خويا، لازم تفرق، يعني الكلمة عندها وزنها. لازم تفرق ما بين اليهودي وبين الصهيون. احنا كجزائريين وكأغلب وكل المسلمين، من هو مسلم حقيقي لا يكره اليهودي، له دينه
ولنا ديننا. لأن من شرد اليهود من دول المغرب الكبير، من شردهم وجعلهم يذهبون إلى إسرائيل. بلاش كذب لو سمحت، أنا آسف يا أخوي، لكن يا ريت لما تتكلم بعقلانية، مش كلام عواطف تقول لا نحن واليهود. اليهود من أغلق القوس. لا ما تغلقوا بالقوس، فتحتيه بقى فيه، ماشي تغلقي قوسات عشرات الاقواس. حنا ما نديروش الاقواس. هذيك كتهضر على شي حوايج ما حنا مكلخين. انت ما تهضر على نتوما الجزائريين ملي تمشيو لفرنسا وداك الشيء، شكون على المغربيين؟ ما تحشمش. ايش هذيك حق وهذاك تحشمش وينه حرة، لكن أنت ما فيكمش الامان. قانونيا لا يجوز فقط. هذا رأيي الشخصي وانت لا رأيك الشخصي محترم ومقدر، ولكن